بالحق يا والله حويلو يا والله غلب. نسمع في لايف توا من بعض من مدون قالك غدوة الاثنين قدرة الله كان أحيانا ربي وعشنا هذا الكل، نهزوا وردة ونقدموها للسيدة وزيرة العدل مع كامل الاحترام. ما عندي مشكلة مع حتى واحد شخصيا ونكررها. أنا إذا عندي مشكلة أو عندي مشكلة مع ملفات تردم ولا تفتح، عندي مشكلة مع مسؤول يشد منصب وتتوجه له المواطنين رغم ذلك لا ينصت ولا يفتح الملفات. وردة شنو اللي واحدة من الناس أنا كمبلغة كمظلومة كعندي ملفات راقدة وتنقلها لك باش تفهم حجم المعاناة اللي أنا فيها باش نقوم نهز وردة للسيدة وزيرة العدل. علاش نهزلها فيه وقت اللي أنا عندي ملف أنا أودعته في رئاسة الجمهورية في 15 نوفمبر 2022. ضرب 3 شهور، قال عندهم برشا ملفات ومشي وجاي. في الأخر من 15 نوفمبر 2022 يتحول لوزارة العدل. في 30 جانفي 2023 في صلب الملف اللي أنا أودعته شكاية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية حولته لوزارة العدل، فيه حجم الظلم والاضطهاد والدفع لمغادرة العمل. ما تحركش حتى وصلنا لشهر مايو وجوان 2023 ونكل بي وخرجت بالحاكم يعني وخرجت تعسفا بالظلم. وزارة العدل ما تحركتش. يعني شوف الظلم اللي يعيشه مواطن تونسي ويخرج واحد يقولك تهز وردة الإكس ولا الجريك. يعني واحد مواطن من نوفمبر 2022 وهو يقول راو باش يصير ويصير 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 بكل برود الدم، ما يتضرب في غير جنبك كينها في الحيط. يرقد 3 شهور يتحول لوزارة العدل، يزيد يرقد في وزارة العدل اللي نبهت اللي باش يصير لي من ظلم واضطهاد صار، وزيد نعاود الشكاية وزيد رئاسة الجمهورية تتحول لوزارة العدل، تضيع في الوثائق الرسمية والوثائق اللي فيها ناس اللي أنا شاكية بها وفيها حكايات ينجم يقع بها شونتاج للعباد هذيك مقايضة. ورغم ذاك ينادي قاضي التحقيق ويبحثني سوايع ويقول لي راني مكلف من السيدة وزيرة العدل، وزيد داخل هذه ساعة قد الوقت بربي تو هاو قريبة يعني بريسك ما دي ساعة غير ربع، معناها اليوم 25 في الشهر، ما دي ساعة غير ربع تاع الليل وش ما ثم حتى حاجة. مبلغ على الفساد عاملة زوز تذكير على الشكاية متاعي من شهر أفريل، زاد شهر ماي ولا أفريل ما ثم حتى شيء. هذيك قضية في الشغلية بتتأجل ما ثم شيء. لا حياة لمن تنادي، معناها مواطن يتمرمد ويتظلم ويكون راهو سبق هو نبه لشنو باش يصير وشكاو ما سمعته حتى جهة، وحتى اللي سمعته خذتها ما خذتها يعني خذوها على ليجير. ما قلت لكم الضربة في غير جنبك هنا في الحيط راهم ما هماش مسؤولين قلوبهم على البلاد وعلى المواطن، قلوبهم على الكرسي والفلوس والسفلان يلقاوه نهار اخر يمشي لهم حويجه. اما كوثر اش عندها تعملهم واشباه كوثر، والمواطن الزويل اش عنده يعطيهم؟ برا يتطرد ولا يجوع. وزيرة العدل متاعك اللي انت باش تهزلها الوردة عليه كي انا قدام من شهر من غير شهرية، بالك هي تصرف عليا ولا رئاسة الجمهورية تصرف عليا؟ يزوا من الترهدين ويزوا من النفاق، وقولوا للغالط راك غالط وللخايب راك خايب وللفاشل راك فاشل. نهز وردة لينا ضربة قدش من شهر بطالة من غير شهرية، راهو ما عرفش وزارة العدل تصرف عليها ولا رئاسة الجمهورية ولا رمك يحطوا ياكلوا بالحم وياكلوا في الغلة. تذكروني أنا كوثر الكوكي ولا تذكروا اللي كيفي؟ يزي بلا يريق بلد ما بلادكم، يزي بلا يريق
يزي بلا ريق، على شو مش نهزولها هنا الورد؟ ملفات متركنة، مستندات مسروقة ضايعة، على شو مش نهزولها؟ ما هي كانت حركة وزارة العدل، وكان في الرئاسة الجمهورية ما رقدش الوقت هذاك الكل، وكان خذوها محمل الجد، وكان على جيل ما فيهاش أسامي كبيرة تفاعلوا معاها بالحق، ما عفسوش عليا وحقروني. راه ما صارش فيا اللي صار. أنا ورد نهزو الكرتوش وحلال، كرتوش الحلال لأنه ما يرحمش، ما تجوزش عليه الرحمة، لأنه ما يعرفش يرحم الناس، ما يعرفش يحط روحه في بقعة العباد، كيفاش ظلمت وتهدت، كيفاش مرمدة وجيعانة، ما عندوش علاش ترحم، لأنه اللي قلبه ميت لازم تتعامل معها بقلب ميت. قالوا يهز ورد، تظلف خسارة فيه.